هنتكلم النهارده في الفيديو ده عن الكارير شيفت، وهنتكلم بالتحديد عن النماذج الموجوده لطبيب الاسنان عن الكارير شيفت. يعني ايه النماذج المتاحه عندنا واللي مشهوره واللي موجوده واللي اطباء الاسنان بيعملوها دايما عشان يعملوا شيفت من الكارير بتاعهم. السلام عليكم، انا دكتور محمد يسري ودي قناه اداري اسنان. خلينا متفقين ان احنا في كل نموذج هنتكلم عن النموذج شرح مبسط له، والنموذج ده مناسب لمين من الدكاترة أو مناسب لأي فئة بالظبط. أول نموذج معانا وهو نموذج سايد هاسل. سايد هاسل ده هو النشاط الجانبي، بمعنى الدكتور فاتح عيادته البرايفت بتاعه وشغال في الحكومة الصبح، وهو في نفس الوقت عايز يشتغل حاجة كان بيحبها، حاجة بتفرق معاه، بتخرجه شوية من شغل الروتين، من شغل الكارير المهنة، حاجة يفصل بيها من الآخر. طيب ده النموذج ده مناسب لمين؟ لحد عنده وقت زيادة شوية، أو هو عامل إدارة لوقته بطريقة ممتازة، وفي نفس الوقت هو الدكتور ده كان متعلم حاجة مثلا هو في امتياز أو هو في الكلية، مثلا سي مثلا جرافيك ديزاين، برمجة، لغات وترجمة، حاجة حابب بيشتغلها مثلا اونلاين في الوقت الفراغ بتاعه او في وقت ما عيادته رايقة والدنيا هادية مثلا، والريت بسيط وبطيء خالص، والدنيا ما فيش ريت زي معروف في معظم العيادات دلوقتي. فهو حابب يشتغل حاجة تفصل دماغه شوية عن بدل ما يبقى طول النهار والليل أسنان بس، علشان بس يحصل إن هو يشوف هوايته، يلاقي نفسه فيها، يشوف حاجة معينة يشد الفيشة من كارير الأسنان شوية، عشان ويرجع تاني بنشاط أكتر وباستمرارية أفضل لشغل الأسنان. تاني نموذج معانا وده ما يعتبرش كارير شيفت، هو يعني شفت من جزء في حياته وسايب جزء تاني، وده بيبقى إن عن طريق إن الدكتور بيسيب شغل الحكومة، سواء عن طريق أجازة طويلة بدون أجر أو عن طريق الاستقالة. والأجازات طبعا احنا شرحناها في فيديو سابق قبل كده على القناة. بس هو دلوقتي هو مركز على البرايفت بتاعه، يعني مركز على شغل الاسنان بس في البرايفت بس، ولغى شغل الحكومه خالص الصبح. النموذج ده مناسب لمين؟ مناسب لدكتور هو عامل سمعه جيده في العياده بتاعته في البرايفت بتاعه، وعايز يركز قوي على السبيشاليتي بتاعته، ويشغل مثلا على دراسات عليا بقى ماستر او دكتوراه، وهو عايز يتفرغ بس للشغل البرايفت، ومش عايز، حاسس ان ده بيطغى على شغل الحكومة بتاعه، أو إنه بيبقى فيه شبهة حرام شوية في شغل الحكومة، فهو مش عايز ده يطغى على ده، وبالتالي يأثر في حاجة من الاتنين. فعايز إن هو يبقى مركز في حاجة واحدة بس، ومركز في البرايفت بتاعه. النموذج رقم 3 وهو برضه شيفت جزئي، بمعنى ده بقى دكتور قفل عيادته بالليل وشغال في الحكومة الصبح. اه ما تستغربوش في كده. النموذج ده مناسب لمين؟ يعني ازاي اقفل العيادة واشتغل في الحكومة بس؟ ده مناسب مثلا للدكتورة عايزة تركز على أسرتها وبترعى أطفالها، وأطفالها صغيرين في السن ومحتاجين رعايتها، ومحتاجين إن هي تكون متواجدة جنبهم بصفة مستمرة. الدكتورة أكيد اهتماماتها وأولوياتها الأسرة والأطفال، فمش هيبقى مناسب ليها جدا إن هي تفتح عيادة وتشتغل فيها بالليل والصبح في شغل الحكومة وهكذا. فبيفضل معاها بس شغل الحكومة عشان تبقى ما تنساش الشغل والكارير بتاع الأسنان، وبتعمل شيفت جزء ان هي بتقفل العياده لو كانت فتحت عياده يعني، وبتركز اكتر على اطفالها وانها ترعاهم، او اهم اولويه في حياتها ان هي اطفالها واسرتها رقم واحد عندها. طبعا بعد كده لما الاطفال بيكبروا شويه ممكن ترجع تفتح عياده من تاني، بس تتخطى المرحله الاوليه والاساسيه في بناء وتربيه اطفالها. طب النموذج رقم 3 ده هل دكتوره بس؟ يعني دكتوره قفلت العياده عشان اطفالها بس؟ ممكن لو دكتور حاطط في دماغه ان هو هيسافر، يعني زي مثلا دكتور فتح عياده اسنان وما وفقش فيها وعاوز يسافر بره، او جات له فرصه سفر وهو مع مثلا ماستر او دراسات عليا، وحاسس ان هو بيصرف على المكان ده اكتر ما بيدخله دخل كويس، والعياده مش جايبه همها من الاخر يعني. فالدكتور ده بيقوم قافل العياده. هنعرف بعد كده في فيديو قدام ان شاء الله لما نقفل العياده ايه الاجراءات اللي بنعملها. هل احنا قفلنا العياده كده خلاص ونمشي ونسيبها، او نسافر وخلاص كده، ولا في اجراءات معينه بنعملها لو قفلنا العياده؟ فزي ما قلنا الدكتور ده بيقفل العياده، استنى فرصه سفر له بره، لان حاسس ان العياده ديت بتصرف منه اكتر ما بتدخله دخل كويس يعيشه كويس. النموذج رقم 4 معانا، وده اوضح نموذج للكارير شيفت. ده دكتور بقى قفل البرايفت وكمان استقال او عمل اجازه من الحكومه. ده كارير شيفت واضح جدا.
لا يعني ده يعتبر باع مهنة الأسنان خالص، قفل برايفت وكمان ساب شغل الأسنان في الحكومة. طيب النموذج الواضح ده الكارير شيفت، اللي هو واحد بقى خلاص يعني هينقل خالص، شفت حياته كلها من الأسنان لحاجة تانية خالص. النموذج ده مناسب لدكتور هو خلاص خلص محاولاته، استنفذ محاولاته في كل حاجة في الأسنان، اتقدم بالعمر شوية وحاول هنا وهنا، فتح عيادة أو اتنين وتلاتة وقفل واشتغل مع ناس وما لقاش نفسه في الأسنان خلاص. بمعنى إن إحنا هنشرح بعد كده إن شاء الله التكليف في فيديو جديد قريب، استنوه على القناة، إن هفتح عيادة أول ما أتخرج ولا أعمل كارير شيفت إمتى. إن شاء الله تابعونا في السلسلة ديت على القناة وعلى البلاي ليست ده بتاع كارير شيفت. هتعرفوا امتى نعمل كارير شيفت وامتى نستعجل، امتى نقول لا احنا خلاص كده كفايه كده على المهنه ديت، او امتى ناخد القرار. فنرجع تاني للنموذج ده اللي هو خلاص حد نقل خالص وعمل شيفت تام من الاسنان، قفل برايفت وخد اجازه من الحكومه او شفت شغل تاني غير الاسنان، هنعرفه في النموذج اللي جاي. النموذج رقم 5 والاخير معانا في الفيديو النهارده، وده دكتور معهوش عياده او قفل عيادته او حتى فاتح عياده، بس هو في شغل الحكومه الصبح زي ما كلنا بدانا شغل اسنان. هو اشتغل شويه اسنان ولا ما لقاش نفسه في شغل الحكومه كطبيب اسنان براكتيشنر او ممارس اسنان، فبالتالي شفت شغل الحكومه لشغل الاداري. والشغل الاداري هنا هو حصل على شهاده زي الجوده او مكافاه العدوى، او شهاده حتى في الاداره زي اداره مؤسسات صحيه، وبعد كده دخل الكارير الاداري في شغل الحكومه، سواء هو بقى معاه برايفت بالليل او مش معاه برايفت خالص. فهو دلوقتي شغال على الكارير الاداري والسلك الاداري، بيمشي بالمسار الطبيعي للكارير الاداري. مثلا بيبقى عضو في فريق في اداره صحيه او في مستشفى، سواء جوده او مكافاه عدوى. وبعد كده ممكن يبقى بعد كده يتدرج لرئيس قسم وياخد السلك الاداري من اوله. وهنعرف برضو ان شاء الله في فيديو قريب عن ايه هي المسارات الوظيفيه للسلك الاداري عن لاطباء الاسنان لو خد الكارير من اوله كاداري هنا على قناه اداري اسنان ان شاء الله. طيب النموذج الاخير رقم 5 ده اللي هو الدكتور اللي بدا الكارير الاداري بشهاده في الجوده او مكافاه العدوى، مناسب لمين؟ هو مناسب لدكتور ما لقاش نفسه في شغل الحكومه في كلينيكال، او لقى المعوقات كتير عليه وهو حاسس ان هو مش بيأدي خدمه كويسه للمريض، او ما لقاش نفسه ان هو في شغل الاسنان بصفه عامه، وهو حابب يعمل شفت للشغل العمل الاداري. فبالتالي بيدور على شهاده اداريه يبدا بيها الكارير الاداري. والشهاده دي زي الجوده، زي ما قلنا جوده او مكافاه عدوى. وساعات بيبقى فعلا في دكتور بيهوى شويه العمل الاداري، بيبقى يلاقي نفسه فيه وبيحب الشغل الاداري، ان هو يعمل مانجمنت وعنده شويه مهارات اداريه كده اتعلمها وشويه سوفت سكيلز. فبالتالي هو بيميل شويه للعمل الاداري. مش لازم يكون زي ما متعارف عندنا ان الدكتور الاداري ده، ومشهور قوي عندنا يقول لك الدكتور الاداري ده اكيد ده حد فشل في الشغل الكلينيكال فبقى اداري فده راجل معقد. لا بالعكس، هو ده ربنا سبحانه وتعالى خلق بينا التنوع وخلق الناس ميول، وزي ما قالوا لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فلازم تلاقي حد ميال كده وحد ميال كده، حد حابب يشتغل كده وحد حابب يشتغل كده، وده له وضعه وده له وضعه، وده له أولويات وده له أولويات، وده لازم يحترم، وده نموذج يحترم وده نموذج يحترم. احنا كلنا بنكمل بعض، مش حد راح حاجة عشان هو كاره الحاجة التانية، مش لازم. هو ممكن يلاقي نفسه أكتر إن هو يقدر يأدي، وفعلا في ناس كتير ناجحة في العمل الإداري، وفي ناس كتير برضه ناجحة في الشغل الكلينيكال كطبيب أسنان. فلازم نحترم ده ونحترم ده. أتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم. شكرا للمتابعة. لو في أي سؤال لحضراتكم ممكن تسيبوا لي في التعليقات تحت. السلام عليكم.